بص يا مودي، الفيديو ده انا عامله ليك. طبعا جالاكسي اهي زي ما انت شايف البوكس اهو. زي ما انت شايف انت بتحدد للكلب مساحة. تمام، يعني ما بتسيبوش مطلوق في الأوضة. انا الأوضة اهي، طبعا انا عامل له بوكس اهو، عامل جالاكسي بوكس اهي. تمام، زي ما انت شايف محدد لها ايه مساحة. طبعا انت لو جرو صغير طبعا انت بتشيل الكلب على ايدك وتوجهه للمكان اللي انت عايزه يعمل فيها الايه الحمام. زي ما انت شايف كده انا بفتح البوكس اهو. تمام، بس جالاكسي عادي زي ما انت شايف كده. طبعا انا بطلع الكلب، اول ما بطلعه بوديه على الحمام بشيله. لو الكلب مش عارف الحمام لسه بشيله، لا اقعدي اقعدي اقعدي. طبعا بشيله بوجهه لمكان الحمام زي ما انت شايف. تعالى جالاكسي، طبعا جالاكسي عارفه الحمام. بفتح بدخل الكلب اهو زي ما انت شايف. بفضل واقف مع الكلب كده مودي لحد ما يعمل حمام اهو. وزي ما انت شايف اهو اهو. طبعا هي عملت حمام، انا في ايدي المكافأة اهي. تمام، هي ساعة ما تخلص الحمام زي ما انت شايف كده. شاطر شاطر، قوم جاي مديها المكافأة كده واقول لها شاطر. وما سيبوش يمشي في الشقة، قوم جاي شايله ومدخله الايه، مدخله البوكس بتاعه. شاطر، وطبطب على الكلب كده. تمام. طبعا لو هو جرو من عمر شهرين طبعا انا برضك بايه، شلت جالاكسي اهو، اقوم جاي موجهها للبوكس، يلا خش جوه اهو. وبدخل الكلب جوه، ما بسيبوش ايه مطلوب في الشقة. تمام. طبعا لو هو جرو صغير لسه ما تمش ال5 شهور، كل ساعتين بتدخل الكلب بتاعك الحمام زي انت ما شفت كده بالطريقة دي. تمام. بس طبعا لو ما عملش حمام الكلب من اول مرة دخلته فيها المكان اللي عايزه يعمل فيه حمام، بت ايه بت بتشيله وترجعه المكان بتاعه. وبعد كده بعدها مفيش نص ساعة تقوم جاي مدخله تاني لحد ما يعمل حمام. يعني انت لازم تصبر مع الكلب بتاعك لحد ما يعمل حمام. تمام، زي ما انت شايف كده. بس الاهم من ده كله ما تسيبش الكلب مطلوب في الشقة. انا بص زي ما انت شايف انا عامل البوكس اهو، والكلب قاعد فين جوه البوكس، محدد له المكان اللي هو هيقعد فيه. عمر الكلب ما يعمل حمام في المكان اللي هو قاعد فيه. تمام، زي جالاكسي كده. وزي ما قلت لك لازم كل ساعتين يا مودي الجرو يخش الحمام عشان ما يعملش في البوكس، يفضل البوكس نضيف كده، لانه طول ما هو جرو ما بيعرفش يمسك نفسه. تمام. وبرضك تأكلها مودي في المكان اللي انت عايزة تعمل فيه حمام. زي ما انت شايف كده جالاكسي بتاكل، وهسيبها شوية لحد ما تعمل حمام. زي ما انت شايف كده. لأن الكلب لو هو جرو يعني مفيش بعد الأكل، مفيش ب10 دقايق بيكبره خالص، تلت ساعة لو طول على الحمام. فاهمني؟ زي ما انت شايف كده انا بأكلها اهو في المكان اللي انا عايزها تعمل برضه في حمام. زي ما انت شايف كده مودي هي خلصت الاكل اهي. بص، وعملت حمام لوحدها. طبعا لو هو جرو هيزهق شوية وهيغلب شوية في حوار الحمام ده. بص هي عملت حمام اهي. شاطرة جالاكسي، شاطرة عوض. زي ما انت شفت كده مودي، جالاكسي بعد ما كلت عملت حمام على طول زي ما وريتك في الفيديو. خليها بقى مثلا هي كلت وما عملتش حمام، هتطلع كلبك تلعبه بس عينك عليه. هتلعبه تفرهده وتقوم واخده مدخله على الحمام، يعني تلعبه 10 دقايق كده وتدخله على الحمام.
ما عملش حمام تطلعه برضو تلعبه وتدخله على الحمام لحد الكلب ما يعمل حمام. وبعد كده تدخله على المكان اللي انت ايه حطه فيه. وكل ساعتين زي ما قلت لك لو هو جار، وكل ساعتين لازم الكلب يدخل الحمام، لان مش هيعرف يمسك نفسه وهيعمل حمام مكانه. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكل فيديوهات جالاكسي. ادي ثابت، وادي ده امر الثبات يا جماعة. بدأت تستوعبوا اهي. شاطر شاطر يا جالاكسي، برافو برافو. طبعا انا لعبت مع جالاكسي شوية زي ما انت شايف، ودخلت عملت حمام اهي. طبعا بعد ما لعبت معاها شوية تمام زي ما انت شايف اهو. طبعا انا ما حبيتش برضك اوريك اللعب، انا لعبت شوية فرهطتها وهي جاية داخلة الحمام لان هي عارفة مكانها. شاطر شاطر. طبعا زي ما قلت لك يبقى معاك مكافآت وتطبطب على كلبك وتشجعه.